مع ليسا اف ام. يحلى الكلام يحلى الكلام. الوقت يجري بينا ومستقبلنا بين يدينا، قرينا وياه ما استنينا، وبدعوات لحنينا بنجاح تهنينا، وفي مدرسة عليسا الكلنا تلنينا. باش تتواصلوا معنا www.lisafm.tn. مدرسة عليسا من أجل مستقبل واعد. بأصغركم سنا وبأكبركم سنا وأنتم مؤمنون بفن ملتزم وبثقافة هادفة وبالتزام وطني، لأجلكم ومن أجلكم نستضيف اليوم بهذه المناسبة التي نرجو أن تكون محطة تغيير في تاريخ وطننا العزيز. نستضيف مجموعة موسيقية اقترن تاريخها بالالتزام وساهمت في إثراء المشهد الثقافي على امتداد تاريخ وطننا العزيز، بل كانت قيمة ثابتة في تاريخ الالتزام بتونس، وكان رمزها. وليسمح لي كل عناصر الفرقة أن أركز على الفنانة والمبدعة أمال الحمروني والأخ والفنان خميس البحري. وكل عناصر الفرقة طبعا. هذه المجموعة التي تربينا على أغانيها وكنا نتسور أسوار الجامعة ونحن تلاميذ لنحضر عروضها، وتابعناها في الجامعة وكانت ورقة من صفحات الحركة الطلابية في الجامعة وفي الاتحاد العام التونسي للشغل والحركة النقابية بصفة العامة. نستقبل اليوم مجموعة عيون الكلام. هاي عسلامتكم ناس كل، مرحبا بيكم. كنا نتمنى تكونوا أكثر ما غير شك، ولكن مرحبا باللي يجوا الكل. ديما الشعور وقت نطلعوا على ركح في جابس راهو شعور خاص مختلف. احنا بعاد ولكن قراب زاده جابس في القلب وانتم كيف هو صحيح اليوم نهار 14 والناس تحكي على احتفال، لكن رغم الخيبات واللي صاير فينا الكل والاحزان فما بصيص من الامل، وان الناس عاش مستعدين باش يسلموا في حد شيء. صحيح الفاتوره قد تكون غاليه بفضل الثقافه، بفضل شبابنا، بفضل احساسنا بالحريه والكرامه اللي ما عادش باش نتراجعوا عليه. غدوه لازم باش يكون احسن، فما نفقدوش امل الناس كل كلام نقول فيه الروحي زاده. نتمنى نعدوا امسيه جميله، فما كان الغناء والموسيقى والرقص والفن هو اللي نجم يفتح افاق في قلوبنا وفي مخاخنا
مرحبا بكم. كنت تحبوا حتى تشطوا مساج زادة تحشموش. طبعا للشيخ إمام عيون الكلام. عندنا يحيى على الإيقاع الرحولي، عماد أيضا إيقاع، سعاد على الكونترباس، وليد معنا على الكلابين، درة ألتو، رياض ورمزي كمان. خميس البحر قمرة يا الوقادة الفقري وين بلاده. قمرة قالت ثلاثة وين مشيت لقيته يخدم من صبحيته وما شبعش أولاده. قمرة يا الوقادة الفقري وين بلاده. قمرة ليلة 10، قمرة ليلة 10 ضوي هاك الدشرة، خلي تبان الحشرة اللي تاكل في زادة. قمرة يا الوقادة الفقري وين بلاده. للتهامي الشريف.
انتم بتسمعوا منيح ولا ايه؟ قصيدة
شكرا لكم على استماعكم. الحان من غير شك صديق الفنان خميس البحري، ومش باش يكون كل مره على الالحان، باش يكون على صاحب الكلمات، ولكن الالحان من عنده هو الكل. اللي باش نغناها مش من الحاني. الحان ابو شادي، خالد الحمروني، الكلمات لآدم فتحي. لو الندى يا رفيقة العمر والدروب. طبعا الحين المرأة اللي نجدوها في كل المواقع بالتناصف، يعني في الحكومات، رغم ان المرأة كانت تقريبا هي في الصف الاول من التحركات. مش نهدوا لها الأغنية.
الجهاد والبندقية والزناد، فما فرق كبير ما بين اللي يهز سلاح باش يدافع على الوطن وما بين اللي يهز سلاح باش يقضي على الوطن. حتى اللغة والكلمات اللي أغني عندها 35 عام، بس احنا باش نحتفلوا بالمرأة. هذه غناية كنت كتبت أيضا للمرأة. 4 شعراء ساهموا في كلماتها: خالد الحمروني، ناصر الرئيسي، طيب وعلاق، وعبد الجبار العش، عشق الحرايب، واجد مش وزير. كنت ما نمدح فيك يبقى شوية، انت هي مجد الوطن والوانة، انت هي بشوارع المليانة، انت هي اصل الذهب والشرعية. وكنت ما نمدح فيك يبقى شوية، واجب عشق الحراير مش وزير.
الأرض حلمة حلمة، انت الخطابي ماشية في الظلمة، وبالوجع تشوف ألف ثنية، انت وفيك نهاية الرجعية، يا عبد الودود يا رابط على حدود محافظ على اليسار، كيف يا واد صحيح عسى الله تكون مليح وراقب للأمان، يا عبد الودود ومحافظ على النظام، كيفك يا ولد صحيح عسى الله تكون مليح وراقب للأمان، أمك عاد تدعي لي وتسلم
صديقنا طيب وعلاك، مازال فيك الخير ومازال فيك أنفاس، مازال فيك الخير ومازال فيك أنفاس يا حرف. كنه طير حامل غنى وعراس، حلمك جمر في ليل شاكي حملة يمين وحملة. حملك جمر في ليل شاكي وحلمك نسيتها، عرفت نغنوها وانت تسمع. مساج كبرت شوية بلكي كبرت وحلمك سنافك خيل في أرض ما تنداس، مازال فيك الخير ومازال فيك الخير. كنت تفهم
الفترة الأخيرة صديقنا زين الصافي، طبعا تحية لزين الصافي، فالهتارة علي سعيدان، الناصر الرئيسي، خالد الحمروني وعبد الجبار العش بمناسبة الأربعينية كتبوا هذه الكلمات على حجار المينا، تكسرت كلماتها، كانت حروفها في مهجتي غواية، وبصوتك الحنين الدافي غفلتنا ورحلت يا زين الغزاز يا صافي.
هتيل شهدائنا سلامة ونزيل صديقنا الأزهر الباغي كلمة لحنا وأداء طبعا شهيد الخبز. نذكر اللي غدا البي من كلمات هذا فتحي ألحان راس شمام طبعا. يا شهيد الخبز رجعت، يا شهيد الخبز فور طالعة من قبرك وردة نادي الشعب يجيك يزور. دي احلى دي حرب دي مطلوبه.
ادم فتحي طبعا في الكلمات، سلمان في الالحان. هلا هلا يا مطر ابصري وراح الشجره.
باهي مدام امال، مرحبا بك ساعه في بلادك. عايشة شكرا عارضي. بكري في المقدمه نتاعك مدام امال حسيت فما شويه الم هيك، فرحانه وماكش فرحانه كونك محتفله وماكش محتفله. لا شوف، الألم موجود لأنه نتقاسم شعبي نفس الأشياء، معنا نفس خيبة الأمل، نفس الإحساس بالهزيمة، نفس الإحساس بالأمل اللي قاعد يبعد. يعدوا أمس في تصاور على الأيامات نتاع الثورة كان حلمة معنا قالت الناس الكل. شكون كان يتوقع لي لك الحلم هذاك اللي يهز الناس الكل وحطهم في يد وحدة، وكانت عندهم الرغبة مهما كان استعدادهم للتضحية، كانوا حاسين باش يعملوا حاجة لتونس بعد معناها النظام عمل فيهم اللي عمل. انت بعد 5 سنين امشي في الشارع واسال اي حد وتلقاه عنده نفس الاحساس نتاعي. هذايا ما يعنيش اللي وهذا اللي يؤلم اليوم. لازمش ننسوا اللي فما صحيح فما معناها شاب حرق روح البوعزيزي، معناها رمزيا راهو اليوم نتنكروا له ونتذكروا اللي عمله بكل ما في الفعل نتاعها من تلقائيه ومن تعبير على غضب وعلى شنو في النهايه انسان ينتحر، معناها اللي يزي معناها حب يبعد على الدنيا هذه، ولكن ايضا حب يبعث رساله لانه عمليه حرق النفس وبالشكل هذاك معناها نسميه هنا الميدياتيك، معناها هذاك يترجم على حاله يظهر لك كان عايشه شباب كامل معناها من نفس العمر. فكيفاش نجم اليوم بعد النتائج اللي وصلنا لها الناس ما تحسش بالالم بالوجيعه؟ هذا ما يعنيش اللي على مدى يمكن متوسط وطويل راهو اني متاكده اللي ما عادش نجم نرجع بالتوالي. فما لحظه فارقه عشناها في حياتنا في تاريخ تونس المعاصر، فما حقا معناها عملية مراكمة لشيء عشناه اللي يستحيل معاه توا اليوم باش نرجع لنقطة الصفر. مهما كان توا اللي يشوفوا فيه من الأداء المتردي للسياسيين اللي انتخبوهم الناس ما بين ظفرين ديمقراطيين هكا عم تشوف أدائهم، فاليوم شعبنا ما يظهرليش كان مازال باش يقبل باش يتلف في لا في حرير ولا في قطن ولا في حد شيء. بقى اللي خوفني لانه زاد ما لازمش نكونوا لازم نكونوا واقعيين. الفاتوره معناها اذا كان اليوم شعبنا ينتفض على وضع ما كانش اختاره في الحقيقه، لانه تعرف الديمقراطيه والياتها عندها حدود. يعني وقت اليوم شعب معناها عنده 30 سنه ما تعلمش يمارس تعبير على رايه بشكل من الاشكال، وتجيها اللحظه العجيبه ديك اللي عشناها، فما يظهرليش اللي إرادته حقيقة ترجمت بشكل صحيح. لأنه تعرف وقت الانتخابات شنو ينجم يتعمل باش تتوجه الإرادة، باش تاخذ ثنية معينة، الأكاذيب، البرامج الخيالية إلى آخره. يظهر لي ال5 سنين باش يكونوا شعبنا درس كبير في النضج، معناها يظهر لي كبر في 5 سنين أكثر من اللي كبر في 30 عام. معناها عمر عشناه من بين لحظة الحلم ولحظة الكابوس اللي عشناه. فهاللحظة هذه نتاع النضج ستترجم بشكل ما يخلي البلاد تخرج من اللي هي فيه. السؤال الوحيد أنا فاتورة، هذاك هو اليوم معناه النجم هذاك اللي ضيعناه. لأنه معناه الثورة السلمية كما اللي صارت 5 سنين كنا نجم نقدموا، ولكن مثالش إذا كنا يتعرى ينزاح الستار على كل شيء وشفنا روحنا في المراية وشفنا نخبنا في المراية. هل الدرس هذايا ثمن صحيح غالي، ولكن باش يصلح لنا في المستقبل. رغم الألم يبقى الأمل موجود. لا بدون حتى شك. ليش أمل ما نجموش نقدموا؟ إن شاء الله بالفن. عايشة. ميرسي عايشة كمان. يعطيكم الصحة. يعطيك الصحة. الله يبارك فيك. خويس مرحبا بك على مواجهة عليسا FM. مرحبا بكم الكل. مرحبا بك المستمعين على عليسا FM اللي مازلت ما سمعتش فيها برشا. ان شاء الله تسمعها. يظهر لي على الويب مؤقتا ان شاء الله، وان شاء الله في القريب نولوا على FM. باهي سي خميس، الحفلة هذه اللي كنا حاضرين فيها وكنا نسمع فيكم بمناسبة مرور 5 سنوات على الثورة التونسية. بكري كنت نحكي مع مدام امال وقلت معنا حسيت من كلامها من المقدمه نتاعها كون فما شويه حزن وفما شويه الم. قاعده تحكي فضفضت فرغت قلبها. جيتك لك انت تو باش ناخذ رايك وناخذ انطباعاتك انت. طبعا هو يعني كنا باش نقيموا ال5 سنين يعني من ديسمبر، من 17 ديسمبر 14 جانفي لليوم.
أكيد وأن هناك عدة مكاسب، يعني بعد انتفاضة وثورة متاع شعب من نجمو كان نحققوا بعض المكاسب، والمسار اللي نشوفه فيه اليوم هو مسار عادي، بحكم أن الثورات مش من أولها تشد ثنيتها وتشد خطها صحيح وتعطي ولا تتوج بنجاحها. فاللي نشوفوه اليوم هو عادي. طبعا بعض الانتكاسات، المخاض مازال طويل. نعرفوا اللي اليوم اللي تعاقبوا على السلطة وعلى الحكم من وقت الثورة حتى لليوم مازالوا ما قدموا حتى شيء، وما نتصورش أنهم يقدموا شيء للشعب التونسي، لأنهم ما زالت بقايا، إذا كان صح التعبير، من اللي كنا نعيشوا فيه قبل. إلا أن اللي يمكن أن نعولوا عليه هو شباب البلاد هذه، لأن احنا والأجيال اللي عشنا معاها واللي عاشت يعني منذ سنين هي اللي اليوم ما نتصورش وأنها قادرة على أنها تقدم شيء أكثر من اللي موجود اليوم. ولكن الشباب اللي ربما ما عاشش فتراتك اللي صار فيهم غسل دماغ واللي صار فيهم يعني اللي أثروا بشكل أو بآخر، نتصور وأن الأمل باش يكون فيهم هم. طبعا أنا متفائل لأن المستقبل معانا. الحرية اللي كسبناها اليوم للتعبير على آرائنا وعلى أفكارنا، ومن أهم المكاسب اللي بها هي ممكن أن نبني للمستقبل. طبعا الثورة 2011 قادها الشباب وفاجأ الناس الكل. ما نتصورش الشباب هذاك اللي قاد ثورة بالعظمة متاعها هذيك أن اليوم باش يسيبها لغيره أو باش يستفاد بها غيره. أكيد وأن المستقبل باش يمشي في اتجاه اللي يكون في صالح الشباب هذا، في صالح الشعب هذا إن شاء الله. وبالنسبة للفن، بالنسبة للأغنية الملتزمة والفن الملتزم بصفة عامة، السنين هذه ما نحسش وأنا يعني فيها شيء تغير مقارنة باللي كنا نعيشوه قبل. والاختصار على بعض المناسبات وبعض يعني ذكرى اتحاد عام أو ذكرى الرابطة أو ذكرى الثورة هي اللي يستدعوا فيها الفرق الملتزمة اللي تقدم عروض. وكان قبل يعني نفس الشيء. ممكن سنة 2011 الناس الكل يعني نفحت وشاخت بالأغنية الملتزمة، قدمنا عدة عروض تقريبا كل أسبوع قدمنا عروض، لكن بعد رجعنا لنفس الريتم ونفس اللي كنا فيه قبل. ومش غريب هذا، لأن الأطر الثقافية رغم الثورة ما زالت مصبوغة بأدائها القديم، ما زالت مصبوغة يعني حتى البعض اللي يحاورونا أو يسألونا في بعض الأحيان ولا يسمعوا أغنيتنا يقولوا أشباه الأغنية الملتزمة هيك، ما كناش نحسبوها فيها موسيقى، ما كناش نحسبوها يعني ما زالت الناس في مخ الأغنية الملتزمة هي كالدف دف وكالهرج والحس والشعارات والعياط، وما يعرفوش الأغنية الملتزمة يعني أغنية بكلمتها بلحنها بأدائها بكل ما لازمها يعني من مكونات الأغنية. وهذا ما زلنا نعيشوه كما ذكرت. لاحظت بكري في العرض نتاعكم أن فما بعض الأغاني جديدة، ولو كان تعطينا مش عروض جديدة في الأيامات القادمة هذه بالمناسبة. الأيامات القادمة يعني في شهر جانفي عندنا في تونس 3 عروض تقريبا، يعني عندنا مناسبة 26 جانفي في قاعة الريو، أيضا عندنا ذكرى تأسيس الاتحاد، ذكرى الاتحاد في جانفي، أيضا 20 جانفي باش يكون عندنا عرض في شارع بورقيبة. عندنا عرض آخر زاد في تونس في جانفي. هذه تو الوقت الحاضر العروض المبرمجة بالنسبة لشهر جانفي. مارس الطوية والحامة هذه برمجة على الأونلاين يعني هذا سكوب. هذه البرمجة اللي نبرمجوها على المباشر يعني. يا سيدي بارك الله فيك. شكرا مرحبا بكم. عايشك. مرحبا بك. مع ليسا FM يحلى الكلام، يحلى الكلام. الوقت يجري بينا ومستقبلنا بندينا، قرينا وياه ما استنينا، وبدعوات لحنينا بنجاح تهنينا، وفي مدرسة عليسا الكلنا تلنينا. باش
تتواصلوا معنا www.عليسfm.tn. مدرسة عليسة من أجل مستقبل واعد.